ازاي اعرف نفسي؟ سؤال بسيط. آه، كلنا بنجاوب عليه عادي، واجابتنا مش دايما بتكون صح. لما بسأله ما بكونش بقصد بيه انت مين، اسمك، شغلك، دورك كأم او زوجة او بنت خالص. لما بسأله بيبقى قصدي انت مين بجد. كتير مننا بيعيش سنين طويلة جدا وهو عارف ان كل الناس اللي حواليه ومش عارف نفسه للأسف. طيب اعرف نفسي ازاي؟ ورقة وقلم، ولازم يكون معاكي ورقة وقلم. أول حاجة راقبي نفسك، اسألي نفسك إيه الحاجات اللي بتفرحني؟ إيه الحاجات اللي بتضايقني؟ إيه المواقف اللي بتخليني أتغير؟ أكون متضايقة وبعد كده أزعل، أكون متضايقة قصدي وبعد كده أتبسط، أكون متحمسة لحاجة وبعد كده أفقد الشغف للحاجة دي. مشاعرك بتكشف عن جزء مهم قوي من شخصيتك. تاني حاجة اكتبي، خدي ورقة وقلم واكتبي. انا بحب ايه، انا بكره ايه، انا بخاف من ايه، انا بحلم بايه. احنا قلنا قبل كده ان الكتابة بتطلع حاجات جوانا عمرنا ما خدنا بالنا منها. تالت حاجة لاحظي قراراتك، خدي بالك كده من القرارات اللي بتاخديها، واسألي نفسك هو انا لما باخد القرار ده بعمله علشان انا مقتنعة بيه، علشان دي مبادئي، عشان دي قناعاتي، عشان تبدأي تعرفي قناعاتك ومبادئك ايه، ولا عشان ارضي الناس. معرفة نفسنا بتبدأ لما نفرق بين رغباتنا الحقيقية وتوقعات الآخرين مننا والحاجات اللي الناس مستنياها مننا. رابع حاجة اقبلي نفسك. يعني ايه؟ كتير من الناس لما بتبدأ تفهم نفسها وتعرف نفسها وتكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف بتقع في حاجة سيئة قوي، انها ما بتبقاش قابلة نقاط الضعف اللي عندها، مع انها لو خدت النقاط دي واشتغلت عليها هتبدأ تحسنها وتبقى احسن. فمهم انك بعد ما تقبلي، ما تعرفي النقاط القوة بتاعتك ونقاط الضعف، انك تقبلي نفسك، لان محدش فينا كامل. وهتكتشفي بعد كده ان نقاط الضعف دي هتقويكي اصلا وهتخليكي احسن. هتتعلمي تحبي نفسك في الحالتين. خامس حاجة، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، خصصي وقت لنفسك يوميا. الناس اللي بتعترض عليه وان احنا مش فاضيين وبيكتشف ان هم عندهم وقت كتير بيضيع، لازم يكون ليكي وقت لنفسك كل يوم، بعيد عن الموبايل، بعيد عن البني ادمين اللي في حياتك، بعيد عن اي ضغوط حواليكي، وتسألي نفسك بهدوء انا عاملة ايه؟ هو انا حاسة ايه؟ انا محتاجة ايه؟ مع الوقت لما تسألي نفسك كل يوم الأسئلة دي هتبدأي تسمعي صوتك اللي جوه، صوتك الداخلي بوضوح. هتعرفي انت مين، هتعرفي اصلا ان اللي جوه ده بيقول ايه، لان هو ما كانش واضح من كتر الدوشة اللي حواليكي. ممكن تعملي تمرين كل يوم، انك تكتبي كل يوم 3 صفات بتحبيهم في نفسك و3 حاجات نفسك تطوريها. وانا اخد بالي زي ما قلنا في النقطة اللي قبل كده، لا بجلد نفسي ولا بقارن نفسي بحد، ولا ليه يفرق معايا اصلا ان حد يبقى قبلي او حد بعدي. معرفة النفس رحلة مش بتبدأ خالص لما بنغير نفسنا بس، ولكن بتبدأ لما اصلا نعرف نفسنا، لما نعرف نتعرف عليها كويس جدا وثم نتقبلها ونبدأ نطورها. هنا بتبقي خدتي كل الحاجات اللي تقدري تعرفي بيها نفسك، طوريها ثم تكملي معاها وانتي مرتاحة ومبسوطة.